اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا وحقق مطالبنا، ولا تبتلينا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا. اللهم إنا نعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. اللهم اخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعينا الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية وأنتم عم بتشوفوا فيديو اليوم. بشكركم جميعا على تعليقاتكم الجميلة، ربنا يسعدكم ويبارك فيكم. ولا تنسوا الصلاة أكيد على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، شرفتونا ونورتونا والله. اليوم إن شاء الله رح نطبخ لكم طبخة الرجلة. طبعا هاي الرجلة أو البقلة، في بعض الدول العربية بتحكي عنها البقلة او البقلة او البقلة، كيف ما بتحكوها. زي هيك شكلها بكون، شايفين؟ وهذه نبتة طبيعية بالغالب بتكون، احنا بنلاقيها يعني بين المزرعات اللي احنا بنزرعها في حديقة الخيمة بنلاقيها موجودة. فبنطبخها. وهذه الأكلة كتير يعني في المجاعة كنا نلاقيها لقية، لأنه زي ما بتعرفوا كل اشي كان غالي، من خضار من لحوم، اصلا كان مقطوع، يعني مش غالي، كان مقطوع. فهي كانت تنمط يعني تطلع طبيعي طلوع ربها سبحان الله. فكتير كنا نلاقيها الملاذ الآمن يعني لحتى نسد جوعنا. وأكلة طبعا فيها فوائد عديدة، بما أنه ليس صنع على الإنسان فيها، ومليانة بالفيتامينات، المعادن، بالحديد. شوفوا بسم الله ما شاء الله. فاللي كان عنده رجلة في أيام المجاعة إيش كأنه عنده خروف، يعني كتير كتير كنا نحبها، وكأنه ملاقيين كنز في هذيك الفترة. فالحمد لله إحنا الآن إلى الآن وما زلنا بنحبها وبنطبخها وبنعتز في أكلاتنا الطبيعية اللي زي هيك. الحمد لله على نعمة ربنا. فاليوم إن شاء الله راح أحكي لكم كيف راح نطبخها، وانتظرونا في باقي الفيديو لحتى تشوفوا التفاصيل إن شاء الله. طبعا أول خطوة شايفين كيف بتكون، هي عبارة عن سيقان كتير كبيرة. هي بتصعب في عملية الاستواء أثناء الطبخ. فبنروح بناخد الصغار اللي زي هيك بننقيهم. عشان دايما السيقان الرفيعة بتكون أسهل في عملية الاستواء. وبتكون اصلا هي غير يعني صالحة للاكل. شايفين كيف زي الخشب، كتير جامدة. شايفين كيف هذه السقال الصغيرة هي اللي بننقيها. زي هيك بصير بدون اوراق. فبنكمل وزي هيك بتصير الضمم. بدي اكمل باقي الكمية وبرجع لكم. طبعا زي هيك بعد ما قصفتها من العروق الكبيرة، واخترنا العروق الصغيرة بس اللي زي هيك، السقان اللي بتكون صغيرة وسهلة اصلا في المضغ، وكمان سريعة في الاستواء. والان بدي اغسلها وارجع لكم. وهيك طبعا بعد ما حطيتها بالمي، عشان شايفين كيف الرمل تحت، نغسلها كويس وبعدين بدنا نخرطها ناعم. والآن بعد ما غسلتهم بدي أخرطهم ناعم. يعني صغير إلى متوسط يعني. والآن بدنا نخرطهم.
زي ما انتم شايفين كيف القطع بتكون. وهيك بعد ما قطعنا الكمية رح نغسلهم كمان مرة عشان نتأكد انه ما فيش اي رمل اي شوائب، وخليكم لباقي الفيديو. والان هذا البذور تبعت الرجلة او البقلة بدي ارميهم بين مزروعات الموجودة في الخيمة. وهي هيك زي ما انتم شايفين رميت البذور هان، وبعدها ان شاء الله بتطلع ومنه بنستفيد ايضا. بدنا نبلش عملية الطبخ. طبعا فرمنا بصل، راس بصل هيك متوسط، وحطينا شوية منقرين حيواني. طبعا هي شوية قليلة ولكن بالفيديو مبينة كتير، ما بعرف ليش. طبعا ولعنا النار بما انه ما فيش غاز، ودورة الغاز بتطلع كل 3 شهور مرة، فبنسيب الغاز للاشياء المهمة والضرورية جدا، نستخدم النار. وطبعا الرجل حطيناهم هيك في شوية مي عشان الرمل يربص في القاع، يعني يصير في القاع بعد ما غسلناه. طبعا هاي البصل بلش يصير له لون، ما شايفين كيف؟ طبعا كل ما اخذ اللون الذهبي بصير طعم الاكل اطيب. والان بدنا نضيف البقلة بعد ما البصل، شايفين كيف اللون اللي اخذه؟ بسم الله ما شاء الله. هنا اضفناها. طبعا ما يغركم الكمية، العد بيضمر. نستمر في التحريك. طبعا لحتى الآن احنا ولا نقطة مي حطينا عليه، بس هي تقريبا ما بتحتاجش مي كتير، لأنه زي ما انتم شايفين كيف هي بتزل ميتها كلها. طبعا للطبخة بنضيف نص كاسة رز. الرز طبعا اختياري يعني. طبعا الواحد كل واحد بحسب ذوقه، يعني اللي بحب يحط رز بحط تقريبا كاستين مي، عشان الرز زي ما انتم تعرفوا انه بيشرب مي اصلا. بنحرك الرز هيك كويس. والان بعد ما حطينا الرز حنضيف معلقتين صلصة اللي هي رب البندورة، مش كتير بس عشان يعطي طعم هيك بس. والان بدنا نضيف حمص معلب او حمص منقوع، انا صراحة المتوفر عندنا المعلب، برضو حسب الرغبة يعني. الحمص اساسي فيها طبعا، ولكن الرز اختياري. طبعا شايفين كيف المية كلها هذه زلتها، احنا تقريبا بس حطينا من 3 كاسات صغار. بسم الله ما شاء الله. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد إذا كنتوا بتتابعونا لهاي اللحظة. بدنا نضيف مكعب ماجي عشان يعمل نكهة. والآن بدنا نضيف نص معلقة ملح تقريبا، لأنه حطينا ماجي وزي ما بتعرف الماجي مالح. شايفين بسم الله ما شاء الله. وما أحكي لكم عن الريحة، بكفي إنها أكلة طبيعية من خيرات بلادنا. وبدنا نحط القليل من الفلفل الأسود، طبعا منكهات يعني نكهة. وهيك اكتملت الطبخة إن شاء الله 5 دقائق وبنطفي عنها. وهيك الحمد لله طبختنا اكتملت وجهزت. الرز استوى والحمص برضه وكله صار تمام. بسم الله ما شاء الله. ما احكي لكم عن الريحة، كتير طيبة ولذيذة. طبعا طلعوا على الجمر. اللهم قنا نار جهنم يا رب وحار جهنم.
إن شاء الله. والآن بدي أحطه بصحن وأنادي أحمد وطارق ويشاركوكم الطعم الرائع. وشوفوا مين الشاطر اللي بيستنى في الصحن. طبعا أحمد بيستنى الطبخة على الأحر من الجمر، صح ولا لا يا أحمد؟ صحيح. وهيك طبختنا صارت جاهزة. شايفين كيف بنعمل وضعية تصوير لكم عشان نتفادى الشمس، لأنه التصوير في الشمس شايفين كيف مش واضح، فبنتفنن في اختيار الطرق المناسبة لحتى يطلع لكم الفيديو بأبهى وأحلى طلة وتكونوا استمتعتم وانبسطتم فيه. بشكركم جميعا إذا كان أنتم واصلين لهان في مشاهدة الفيديو. شكرا كتير لكم، وشكرا لتعليقاتكم الجميلة، وشكرا لدعمنا بلايك وبشير ومشاهدة الفيديو للكامل. جزاكم الله خير وأسعدكم إن شاء الله سعادة الدارين الدنيا والآخرة، ويجزاكم كل خير يا رب. طبعا على فكرة الرجلة بنستخدمها كطبيخ أو سلطة أو معجنات، يعني إلها كذا استخدام. اليوم شاركتكم أنا طبيخ، فإن شاء الله يعني إذا حابين أعمل لكم الوصفات الأخرى لنبتة الرجلة اكتبوا لي في التعليقات، لأنه صراحة آرائكم كتير بتهمني، لأنكم أنتم جزء من حياتنا وعيلتنا التانية أنتم أكيد، فربنا يسعدكم. طبعا وهي وصلنا لمرحلة رأي أحمد وطارق في الطبخة. زي ما شفتوا أحمد كان ماسك الصحن وبستنى جنب النار عشان الدنيا شوب، هم ما شاركوني، وزي ما بتعرفوا يعني شوب الخيم والجو شوب والنار كمان شوب، فالله المستعان. طبعا في ناس بتحب تاكلها بالمعلقة وفي ناس بالخبز. يلا يا طارق وأحمد شاركونا هاي الوصفة واعطوني رأيكم فيها. يا ريتكم يا متابعيني معه تيجوا تاكلوا. تبين انتوا بتحبوا الرجلة؟ كثير بحبها، وانا كمان. الناس بتسميها بقلة ورجلة. وطبعا هاي ايش كانت في المجاعة؟ المنقذة تبعتنا كانت في المجاعة، لأنه بتطلع بدون أسمدة بدون أدوية بدون كيماويات، بنلاقيها طالعة، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. بس لما كنا نجيبها رجلة كنا نعتبرها جاجة إلنا. طبعا شوفوا الدليل إنه الأكل طيب وزاكي. أحمد وطارق خلصوا الصحن بسم الله ما شاء الله، وأنا أكلت معهم بالمعلقة. أني لحم اللحم اللي بتحكوا وشايفين يعني الزكاوة لسه أحمد ما غسلش. أني لحم اللي شايفين؟ بتحكوا عنها لسه هذه الأكلة أذكى من 100 مليون لحمة. طبعا وأنا كمان بفضل الأكلات اللي زي هيك الورقية خصوصا الطبيعية أكتر من اللحوم والأشياء هاي، يعني وصحية أكتر بحس وخفيفة على المعدة برضه، وفيها فيتامينات ومعادن. الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا من غير حول ولا قوة. الحمد لله الذي أجعلنا مسلمين. الحمد لله على كل حال، وربنا يطعم الكل أهلنا في قطاع غزة ويرزقهم يا رب الرزق الحلال الوفير إن شاء الله. إن شاء الله جو خفيف لطيف عليكم، ويرزقكم يا متابعينا بإيش ما بتتمنوا يا رب وزيادة، ويرزقكم يا رب يا متابعين سعادة الدارين. كان يا ماما كثير هذه أكلة شغلة مفضلة. يسلم صحتين وعافية يا أحمد ويا طارق. يسلم ايديك على قلبك. لا تنسوا تحطونا لايك وشير سبسكرايب، تدعمونا عميزة شكرا، وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. الحمد لله الذي طعمنا وسقانا من غير لنا ولا حول ولا قوة. الحمد لله الذي جعلنا المسلمين الذي أطعمنا وسقانا من غير حول ولا قوة. نحبكم كثير متابعينا، إلى اللقاء في لقاء أحلى وسلامكم. نشوفكم فيديو جديد. في أمان الله وحفظه ورعايته إن شاء الله. باي.